أيضا مما يعزي أهل المصائب أن تعلم أن هذا الكون يسير بقضاء وقدر. موت ابنك، فقد تجارتك، رحيل عافيتك، سجنك لدينك، جحود أبنائك، كفرانهم للعشير، فقدك لوظيفتك، كل ما في الكون ما جرى إلا بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ألا تطمئن أحبابي؟ ألا يربط على قلبك إذا علمت أن الذي وقع عليك إنما هو بمشيئة ربك، بإرادة ربك؟ بل وقبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قد فرغ من المقادير، وقد كتبت وقدر أقواتها وكتب. بل وأنت في رحم أمك هناك ملك كان يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، مضغة، ويكتب عليك ما يجري وتقرأه عينك. ولذلك يطمئن العبد أن الذي جرى لا يجوز أن يتدخل فيه لو أني ولو أنهم ولو هذه لو تخرجك من نقاء التوحيد إلى بوابات الشرك بالله، وتعتقد أن هناك شيئا قد يقع بحولك أنت وقوتك. كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر. ولذلك من السلف يقول أحدهم: كان يبكي عند رأس ابنه وهو مريض، يبكي وينشج ويا ربي. فلما مات غسل وجهه وتطيب ثم استقبل الناس بوجه طليق. قالوا له: ويحك كنت تبكي وهو يجود بنفسه وهو يئن في مرضه. قال: كنت أشتكي أريد من الله أن يبقيه، فلما مات علمت أن هذه مشيئة الله فأحببت أن أظهر الرضا على قضائه وقدره. ما أجمل المسلمين. التسليم حياة كلها سعادة. أخذ الله إعطاء، وإعطاؤه نعم، والله جل وعلا في أخذه وإعطائه له حكمة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ولذلك ليس ذلك كما قال الحبيب إلا للمؤمن، فهو بين شكر وبين صبر، ثم هو يعلم أن ما جرى لا بد، ما كتب في المقادير لا بد أن تراه العين. ولذلك عندما جزعت عجوز على فقد ابنها وأتى الحبيب يعزيها قال: لله ما أخذ وله ما أعطى. قالت: لم تصب بمصابي، أي أنك لو أصبت بمصابي عرفت الألم اللي في قلبي وهذا الدمع في عيني. ما كانت تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعل الدمع قد امتلأ في عينها. فلما ولت وقيل لها: ويلك، رسول الله يعزيك ويذكرك، ثم تقومين فتردين بهذا الرد، ذهبت إليه تستعتذر عن موقفها، فقال: ارجعي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكم من جبال من الحسنات رحلت على باب مقابرنا وعلى رؤوس مرضانا، وبعد أسابيع ماذا يقول؟ الحمد لله على قضاء الله، الحمد لله على كل حال، لكن الأجر قد رحل لأنه رهين الموقف الأول. وعند الصدمة الأولى يتمايز أهل الإيمان، من كان قد رضى بالقضاء وعلم أن الله جل وعلا يسير الكون بعلمه وحكمته وهو العليم الخبير، وسلم واستسلم وأعلن الرضا على رب العالمين، هنا يسكب في قلبه الله لذة أضعاف ما كان يتلذذ يوم أن أعطي. فرحت بالولد. والله إن بعض المسلمين المنكسرين المستسلمين الراضين يعطيهم الله في يوم فقد أبنائهم، وفي يوم ميلاد أبنائهم أو في فقد أبنائهم، وعندما فقدوا أموالهم في قلوبهم من الرضا والفرح ما كان في القلوب يوم أن أعطاهم المال والولد.
لماذا؟ لأن الله جل وعلا في الدنيا الله لا يريد تعذيب عباده، الله جل وعلا لا يسلب منك شيئا أعطاك، لأنه سبحانه يستكثر بعطيتك غيرك أو ينقلها منك ليعطيها غيرك، أو أنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يرزق عبده، لا، الدنيا هذه كلها لو اجتمع الخلق على صعيد واحد فسأل كل منهم مسألته فأعطاه ما نقص ذلك من ملكه شيئا، لكن الله لا يرضى أن يعطي أولياءه، لا يرضى أن يكون جزاؤهم الدنيا. ولذلك محمد بن عبد الله جاع وبكى ومات والدرع مرهون في قبضات من شعير، 9 أبيات ما فيها طعام. أيجوع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وتشبع أنت وأشبع أنا؟ لأننا خير؟ لا وربي، زوى الله الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، زواها لأنه لا يرضاها، لا يرضاها لعباده الأولياء الأتقياء. فإذا أخذ الله منك شيئا فارض بقضائه وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الجملة هي البلسم، وهي طب القلوب، وهي علاج وترياق ودواء لكل مكلوم. إنا لله هو الذي أنا والمأخوذ لله، وسنرد إلى الله وإنا إليه راجعون.